السلام عليكم العشرة، لاباس عليكم؟ اليوم غنهضروا على الموضوع ديال الغياب ديال اليوتيوبر الواعر. معكم المخفي، وفي هذا الفيديو غادي نعرفوا السبب ديال الغياب ديالو وهاد الفتره كامله. وبلا ما نطول عليكم يلا نبدا. بالنسبه اللي ما كيعرفش الواعر هو من ابرز صناع المحتوى المغاربه في عالم الالعاب، خصوصا اللعبه ديال FC 24 بالاسلوب ديالو الحماسي والتعليق الواقعي اللي يخليك تحس براسك وسط الماتش. كيقدم سلاسل مشوقه بحال مينة لاعب وتحديات التيمت تيم بشخصيه فريده، والجمهور ديالو كبر بسرعه حيت قدر يجمع بين المتعه والمهاره والضحك. واخر ظهور ليه كان هادي عام، والسبب الحقيقي هو المرض ديالو واللي هو ثنائي القطب. نهضر لكم على المعاناه ديالي مع باي بولار ديسوردر ولا تروبل بيبولير، او كما يعرف باللغه العربيه اضطراب ثنائي القطب. اولا بعدا شنو هو هذا المرض؟ اضطراب ثنائي القطب هو واحد الحاله عقليه صحيه اللي كيكون مصاب بها كيجيه واحد التقلبات في المود ديالو كيتسماو الهايز واللوز، الارتفاعات والانخفاضات. فاش كتجيك لافاز ديال الهايز كتولي تحس براسك فرحان، كتولي تحس براسك ناشط اكثر من القياس، كتكون ايبر اكتيف على العاده، كتولي باغي دير شحال من حاجه دقه وحده، كتولي باغي تخسر الفلوس اكثر من القياس وشحال من حاجه اخرى. هادو غير امثله بسيطه عطيتهم لكم. اما بالنسبه لافاز ديال اللوز فهي بكل بساطه الديبرسيون، ولكن ماشي ديك الديبرسيون اللي كتعرفوا كاملين، هذه شويه زايده نغز، هذه ديبرسيون برو ماكس. لي سيمبتوم ديالها اول حاجه كتفيق خاسر، وهذا الشيء الا فقتي من الفراش حيت كتحس براسك ثقيل عليك، كتحس بالكور ديالك ما باغيش يتحرك، كتحس براسك عيان مدقدق. تقدر فاش تفيق من النعاس ما تنوضش من بلاصتك، تبقى حتى ل6 سوايع وانت غير جالس في بلاصتك حيت ما بغيتيش تنوض تواجه الحياه. المهم كتحس بواحد الضيق في قلبك، واحد الغمه، كتكره الحياه، كتفقد الامال، ما كتبقاش باغي تعيش، وتقدر توصل بك حتى لمحاوله الانتحار. هذا المرض بدا المفعول ديالو عند الوار هذه 4 سنين، حين جداته كان عندها وباه ورثو منه وهو ورث من باه، وهو دابا يمكن غايب على اليوتيوب بسبب هاد الديبرسيون الضغط، وصافي يقدر يرجع. ودعيو معاه بالشفاء. كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديك اللايك واشتركوا في القناه، وكتبوا لي اي واحد في هذا الكوكب نهضر عليه. تهلاو.